دكتور، انا حاسس ان زوجتي مش طبيعيه، حاسس ان هي معمول لها عمل او ملموسه. يا فندم، المفروض حضرتك حد متعلم، ومش كل حاجة نقول لمس أو سحر. مش عايزين نعمل زي أهلنا في الصعيد والريف، كل مشكلة يكلوها إلى السحر، يقولوا ده مسحورة، دي ملموسة. ونتج عن ذلك مشاكل عديدة جدا. بتجيني ستات عندها مشاكل نفسية بسبب إن بتتعرض لتحرش، بسبب المعالج اللي جاي وعامل نفسه شيخ وهو في الأساس دجال مش شيخ. وانا مش بنفي العلاج بالقرآن، العلاج بالقرآن مثبت من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس عملتها سبوبة. كل اللي مش فاهم حاجة في حياته يوهم الناس وهو بيقرأ ايات قرآنية والناس يقولوا ده عم الشيخ. والمشكلة كمان ان الدجال ده بيقنع الناس ان مراته عندها مشكلة نفسية ومش هتتعالج الا معاه، وهو الوحيد اللي هيقدر يعالجها. وطبعا بيكون معاها في خلوة وبتصدر منه حاجات مش ظريفة اطلاقا. وبينفي تماما ان في حاجة اسمها مرض نفسي، هو ده مرض سحر وانا بحله لك. طيب هو السؤال، الحالة اللي عندك يا فضيلة الدجال مش بتخف ليه؟ بيدخلوا في دايره بعد دايره والحاله ما بتخفش، والناس يا عيني عشان بسطاء وغلابه ماشيين معاه مكفوفين الايدي ومكملين. احنا مش بننكر ان في سحر ومس، زي ما في مرض نفسي في مرض روحاني، وفي مشايخ افاضل بيعالجوا بالقران وناس لهم مننا كل التقدير والاحترام. ايه المشكله اللي احنا عايزين نقولها؟ ان في ناس بتمثل ان هم مشايخ وبيخشوا عاملينها سبوبة، هم مش فاهمين أي حاجة، غرضهم استنزاف الناس من الفلوس وبس. فرجاء إن يمشي في الدايرة دي يكون متأكد ويكون معاها محرم جنبها، ويرفض تماما إن زوجته أو أخته تقعد مع أي شخص أيا كان بدون محرم، ويتأكد إنه شيخ مش أفاك. امتى اقول ان ده مس او سحر؟ لما يكون مفيش اسباب لا نفسيه ولا جسمانيه، وساعتها اتحرى واتاكد ان رايح لشيخ حقيقي وهتعالج بالقران حقيقي، مش رايح لنصاب او دجال عامل نفسه شيخ.